اهلا كريري، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هاد الكروس كيجيو خطيرين واعرين بحال اللي في المخبزات، هما اللي كنعتمد عليهم ديما. يعني في الفطور كنبغي نديرهم لاختي ديو معاهم المدرسه، ولا نفطروا بهم حنايا مثلا في الصباح وعاد نمشيو للمدرسه. كيجيو زوينين وصحيين. بالنسبه للمقادير فيهم كاس ونص ديال الحليب، كنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، ومن بعد كتزيد على 4 المعالق ديال سنيده. الا بغيتيها تجي شويه حلوه كديري 5 المعالق، لا زعما كديري 5 المعالق. ومن بعد زدت عليهم نص كاس ديال الزيت، ومن بعد زدت بيضه والبياض ديال البيضه. هنا كيف ما كتشوفوا درت 2 كيسان ديال الفورص ودلكتهم مزيان بالخلاط، ومن بعد زدت 2 كيسان اخرين ديال الفورص. يعني في المجموع العام كندير 6 الكيسان ديال الفورص، ولكن هنايا درت 2 كيسان. والسر في هادشي هو انه يعني في عوض ما انك تبقاي دلكي بايديك بزاف، كديري غير بهاد يعني كديري كل دفعه بوحديتها، وهكذا كتجي ديك العجينه يعني كتجي مفشفشه، يعني بلا دليك بزاف بلا والو. يعني غير كتجمعي هذاك الفورص، ويعني هذاك الخلاط اللي كتخلطي به في الدفعه الاولى والدفعه الثانيه والدفعه الثالثه هو اللي كيخلي ديك العجينه تجي مفشفشه وما تعذبكش في الدليك. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا درت دفعات بثلاثه بهم، يعني 6 الكيسان في المجموع العام ديال الفورص كيف ما كتعرف. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم قبل ما ندير، يعني باش كديروا هذاك الفورص كتزيدوا واحد القبيص ديال الملح، انا نسيتها حتى الاخر وعاد زدتها صافي. من بعد كندهن ايدي بالزيت وكنجمع بها هذيك العجينه باش ما تلصقش ليا في المول. من بعد غطيتها بالسيلفوريزي حتى كترتاح، يعني حتى كتذوب العجينه، يعني كنخليوها حتى كتخمر. يعني هنايا من بعد ما خمرات كيف ما كتشوف كيجي هو الشكل ديالها، كتجي خطيره وعجينه اللي هي واعره. كيف ما كتشوفوا قسمتها على جوج وكل نص قسمته على 6، يعني في المجموع العام جاوني 6 ديال الكرصات. هنايا بديت كنقاد فيهم على شكل دوائر، قديت الدائره الاولى الدائره الثانيه حتى كنكملوهم ب 12 البيوم. المهم البنات هادو هما اللي كنعتمد عليهم دائما، كيجيو خطيرين وكيجيو واعرين وصحيين، ما فيهمش مقادير بزاف وما فيهمش تماره. كيف ما كتشوفوا هنايا قبل ما نديرهم كتموجد يعني واحد اللاطه فيها هذاك ورق الزبده، ولا كديروا الزيت والفورس. ما راكم عارفين دوك اللعيبات باش ما يلصقوش. كما كتشوفوا هنايا راه حطيت كل 6 في لاطه، وغادي ندهنهم بداك الصفار ديال البيضه الاولى. يعني ديك البيضه اللي درنا غير البياض ديالها كنخليو داك الصفار ديالها حتى من بعد كنخلطوه مع، هنا الا بغيتو تخلطوه يا اما مع الحامض ولا مع هذاك القهوه. المهم راه جوج بهم كيحيدوا الزفوريه. هنا كيف ما كتشوفوا هما هادو 12 بيوم. كل لاطه غادي ناخذها. نسيت ما قلتش لكم كنخليهم يخمروا قبل ما ندهنهم بالبيض كنخليهم يرتاحوا واحد شويه، وعاد من بعد من بعد ما كيرتاحوا كيف ما كتشوفوا زدت عليهم دهنتهم داك البيض باش يتحمروا، ودرت فوق منهم زلجلان. هنايا الزلجلان كيعطيهم واحد المذاق اللي هو خطير، كيجيو واعرين. كما كتشوفوا هادو هما لاطات بجوج بهم، كنديرهم يطيبوا على نار اللي هي متوسطه، يعني ما هي مجهده ما هي ناقصه بزاف، نار اللي هي متوسطه. كنديروهم يطيبوا الفوق مزيان، ومن بعد كنهبطوهم يتحمروا شي شويه من الفوق من التحت. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. عرفتوا يا البنات كيجيو واعرين وكيجيو رطبين، ما كيجيوش مدقسين، ما كيجيوش يعني كيجيو واعرين، كيجيو هما هادو كما كتشوفوا. هما هذا الشكل ديالهم كما كتشوفوا راهم مرطبين بزاف، كيجيو ناضين وما فيهمش زعما شي تماره اللي هي بزاف، ما فيهمش شي مجهود اللي هو بزاف. غير العجينه كتعجنوها كتخليوها تخمر، من بعد كتقسموها على شكل دوائر صغار صافي وكديروهم يطيبوا. كيف ما كتشوفوا ها هما كيفاش جاو من الداخل، جاو رطبين وواعرين. كنصحكم بهم البنات، هما اللي كنعتمد عليهم ديما، واليوم ان شاء الله بغيت نشاركهم معكم. هذا هو الفيديو، بسلامه.